تعالى ما اقول لكم العيشه في الارياف يعني ايه. يعني 50,000 واحد داخل في حياتك، يعني كل واحد مجبوره ان انت تحكي له عملت ايه وجبت منين وصرفت فين، وتديله 50,000 مبرر عشان يبقى راضي عنك وكويس، وعشان ما تبقيش تنكه ورافعه مناخيرك في السما ومش عايزه حد يعرف عنك حاجه. ما ان شاء الله عنكم معرفته. ما كل واحد يخليه في حاله. هو انتوا بتشيلوا الهم عن حد؟ يعني انا عايزه، هو حد بيشيل حاجه عن حد؟ لا انا معايا هيجيبك هيفيدك بحاجه، ولا معاش هيفيدك بحاجه. ما تدعي لكل واحد وربنا يرزقه في اللي موجود عنده واللي ليه واللي عنده وعينه على حاله وبس، وسكتم بكتم. لا ازاي العيشه في الارياف؟ امة محمد عارفه عنك كل حاجه، عارفاك جبت ايه، اشتريت ايه، بعت ايه. آه. لا وعارفين بالباطل. يعني هم مش عارفين بس، لا هم عارفين كمان بالباطل. ولا مش هيبعدوا عنك برضه، ومش هيبعدوا عنك برضه. ده عيان، ده سليم، ده ازاي يلبس، ده ازاي يلبسوا وهم عندهم مريض، ازاي تعرفوا يتمتعوا بالدنيا وهم عندهم مريض، ازاي يعملوا كده، ازاي حد يعمل كده وجوزها نايم مريض وتعبان، واحده تعمل كده ومش عارفه لسه مين عندها متوفي ومش. انتوا عارفين الناس ماشيه ازاي. ما كل واحد يخليه في حاله. ده انتوا لو انشغلتوا بحالكم مش هتفضوا اصلا تسمعوا لحد. اقسم بيمين ربنا انا ما عندي طاقه اسمع مشاكل انا عايزه حد يسمعها لي. لا مش عايزه حد، ده انا بلاقي 50,000 واحد يسمعها لي. يعني انا اصلا يجوا يشيروا الا ببعض على الاراء يا ابو ادم. بس انا بتكلمش عننا انا بس يا ابو ادم والله، انا بتكلم بصفه عامه. كل واحد حشر نفسه في حياه التاني بطريقه مستفزه. اقسم بالله كل واحد حشر نفسه في حياه التاني كانه عايش معاه. كل واحد يخليه في حاله، كل واحد يخليه في حاله. ويا رب يا رب يدي لكل واحد على قد ما بتمنى لغيره، ويدي لكل واحد على قد نيته، ويديني على قد ما بتمنى لغيري، وربنا يديني على قد ما بعامل الناس وعلى قد نواياه لهم، ويدي لكل واحد على قد ما بتمنى لي، سواء من خير او من شر، اضعاف اضعاف يا رب العالمين.